السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات إشراق. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم طليت عليكم بفيديو جديد كالعادة. طليت عليكم بشريبة فريك بزاف بنينة وبالحم غنمي بطريقة مختلفة، وطريقة التحضير ثان راح تفيد جميع النساء العاملات المزروبين. طريقة التحضير أسهل منها ما كاش. إن شاء الله تسيوها وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. صدقوني يا البنات، بنة ولا أربع. وكما قلت لكم طريقة التحضير تاعها سريعة وتفيد النساء العاملات كذلك. يلا حبيباتي نروحوا لطريقة التحضير مع بعض ونقولوا بسم الله. يلا خياتي، هنا واش عندي المقادير للشوربه تاعنا. عندي هنايا كما راكم تلاحظوا عندي هنا مغرفه سمن، عندي مغرفه مصبره طوماطيش، عندي راس الحانوت، فلفل اسود، مغرفه كبيره بابريكا وملح، عندي الزيت، عندي هنايا زوج حبات زروديه، زوج حبات قرعه، وعندي حبه بصله كبيره، عندي نعناع، عندي زوج حبات طوماطيش مقشرين، وعندي زوج فصوص تاع الثوم. كما راكم تلاحظوا هنا عندي اللحم الغنمي تاعي، عندي حشيشه الشوربه، وبيان سور هنا نسيت ما قلت لكمش على النعناع تاعي، وبيان سور هنايا عندي الفريك. دوك نروح نغسلو بما بارد ونشمخو بما سخون. دوك لي هو الاول نفوت فيه باش نروحو نبداو نطيبو الشوربه فريك تاعنا. كما قلت لكم البنات، اول حاجه نروح نشد الفريك تاعي هي الاولى، نغسلها بالماء بارد ونعاود نولي لكم. البنات انا هنا الفريك تاعي غسلته مليح بالماء بارد، نضيف له الماء سخون. حبيت برك ننبهكم واحد الحاجه، كي تروحوا تشرو الفريك شدوه في يدكم. كاين بزاف اللي يخلطوا له السميد، ردوا بالكم يا البنات، كاين بزاف اللي يخلطوا له سميد. شدوه في يدكم وشوفوه اسكو فيه دوك الحبيبات تاع السميد ولا لا. انا هذا شيت من نوعيه المليحه. انتي كيف شي من نوعيه المليحه. وكما قلت لك ردي بالك كي تروحي تشري الفريك دائما شدي في يدك وشوفي اسكو فيه السميد ولا لا. يلا خياتي، هنايا بعد ما خليت خلطت الفريك تاعي بالماء سخون نحطو في جهه ونجوزو نبداو في الشوربه تاعنا. اول حاجه نجيب الروبو تاعي. اول حاجه واش ندير، نروح نجيب الحبه تاع البصله تاعي نقطعها نرحيها نرميها لداخل بهذا الشكل. فوالا، انا ضعفت الكميه، انت تقدري ديري حبه زروديه وحبه قرعه وحبه طماطم. انا درت حبه بصله كبيره باش الشوربه تاعي تشد لي يومين مع الدراري وراكم تعرفوا. بسم الله. يلا نزيد نقطع الكورجات. كما على بالنا دائما هاد الشوربه الغنمي هي في الاصل تجينا الطيب بالغنمي. يلا نزيد لها هنا فصوص، زوج فصوص تاع الثوم. هاد الشوربه عصيميه 100%. ناس الشرق ما يديروش زروديه، تقدروا تستغناو عليها بيان سور. وهنايا نزيد نضيف الطوماطيش تاعي بهذه الطريقه. عصرتها ياك دوكي قطعتها، عصرتها تخلصت لها شويه من الماء تاعها، ماشي مشكل الا ما درتيش، الا ما تخلصتيش منه كامل. يلا بهذه الطريقه نرحيها ونعاود نولي لكم باش نزيد فوقهم النعناع وحشيشه الشوربه تاعنا، باسكو هنايا تعمر لي الطاس تاعي. بون شوفوا البنات، هنايا بعد ما رحيتها حطت شويه الخضره، مي دوك نعاود نزيد نكمل لها باسكو مازال ما ترحاليش. هذا اللي من الفوق واش نزيد نضيف اوراق تاع النعناع بهذا الشكل. فوالا، ونزيد نضيف حشيشه الشوربه تاعي. البنات انا هاد الحشيشه نحيتها من الجنان صافي دير جديده الله يبارك. نزيد نضيف لها هنا المغرفه تاع طماطم مصبره، ونكمل نرحي كلش مليح ونجوزو ومن بعد للقدره تاعنا. يلا
يلا البنات شوفوا الخليط تاعي هنايا كيفاش بعد ما رحيته. فوالا شوفوا كيفاش راهو. نروحو ندوزو كيما قلت لكم نقبل القدره تاعنا ونقولوا بسم الله. هنا حطيت القدره تاعي على النار، نضيف لها الزيت. كيما نعرفوا الشريبه تحب تكون ميدمه شويه. يلا عندي هنايا السمن، نزيد نضيف اللحم تاعي، نخلي الكل يتحمس. نزيد نضيف هذا الخليط، الخضره تاعي اللي كنت رحيتها معاكم ديجا من قبل. لي زيبيس، ملح، فلفل اسود، مغرفه كبيره بابريكا، و فلفل عفوا راس الحانوت. لي زيبيس هادو البنات 100% توابل مغنيه، يعني توابل لقيتهم بزاف يهضروا عليهم وقلت نجربهم ولما لا. يعني توابل بزاف بنا نقد ما نحكي لكم عليهم قليل، لازم تجربيهم، لازم تشريهم وتسييهم حبيبتي. يلا نخلي هنا القدره تاعي تتحمس ونعاود نولي لها فيما بعد. البنات انا هنايا بعد ما تحمست لي نمرقها. فوالا نغطي عليها ونولي لها فيما بعد. فوالا البنات هنا بعد ما طاب لي اللحم تاعي شوفوا كيفاش راهي. نضيف لها الفريك تاعي اللي كنت ديجا شمختها معاكم. هايليك نحيها كامل. فوالا نخليها تزيد تغلى 2 غليات ونضيف لها الحمص بيان سور ما نساوش. شوفوا البنات قلت لكم هنا بعد ما تغلى لي 2 غليات هايليك نضيف لها الحمص. انا ديجا طايب. وبيان سور ما ننساوش الفلفله تاعنا اللي تعطينا ذوق بزاف بنين. الصح كامل في الفلفله البنات ننصحكم بها. وبيان سور ما نساوش شويه حشيشه الشوربه. نزيد نخليها تغلى حوالي 4 دقائق حتى ل5 دقائق، لانه الفريك تاعنا ديجا راهو شامخ بالخف يطيب. ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما توجد الشريبه تاعنا. هايلك الشريبه تاعي بعد ما وجدت لي البنات شوربه بزاف بنينه وخاثره وعقده. ان شاء الله تسيوها وان شاء الله تعجبكم البنات. ما عليا غير نقول لكم اشتركوا في قناتي وديروا تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. في الاخير نقول لكم اتهلاو في رواحتكم، الى الملتقى ان شاء الله، وصحه فطوركم. سلام.